هنكمل exercise on geometry. In the opposite figure, ABCD is a trapezium in which AD parallel BC. Measure of angle A equals 90. AB 12 cm, BC 25, AD 16 cm. كل ده محطوط عندي على الرسمة. Find the length of DC. هو مديني 3 lenses واللينس الرابع اللي هو DC عايزه. طب أنا لو جيت عملت line segment من الدي بحيث إن هي perpendicular على البي سي، الفيجر ABFD بقى ريكتانجل. طالما ان هو ريكتانجل معنى كده ان البي اف هتبقى ايكوال الاي دي ايكوال 16 سنتيمتر. اوكي، في الريكتانجل each two opposite sides equal in length. طب البي اف ب 16 والبي سي كلها ب 25 هو مديها لي في الجيفن، معنى كده ان السي اف هتبقى 25 minus 16 يعني ايكوالز 9 سنتيمتر. طب كمان الدي اف هيبقى ايكوال الاي بي يعني ايكوالز 12 سنتيمتر علشان ايه؟ opposite sides يبقوا ايكوال opposite sides في الريكتانجل. دلوقتي بقى التريانجل دي اف سي في تو سايدز معروفين اللي هو الدي اف ب 12 والاف سي ب 9 سنتيمتر، والتريانجل ده رايت انجل تريانجل. ليه؟ علشان انا اصلا عامله الدي اف بيربنديكولار، معنى كده ان الانجل دي اف سي رايت انجل. اوكي، من فيثاغورس يبقى الهايبوتنس باور 2 اللي هو السي دي باور 2 ايكوال الدي اف باور 2 بلس السي اف باور 2 يعني 12 باور 2 بلس 9 باور 2. اقدر اجيب الدي سي لوحدها بالسكوير روت للايه؟ للي احنا قلناه ده اللي هو 12 باور 2 بلس 9 باور 2. اوكي، وضحت الفكره بتاعت المساله. نكتب الكلام ده بقى ازاي؟ قبل ما هكتب البروف في عندي حاجه اسمها كونستراكشن. انا اللي عامله اللاين دي اف ده ما كانش موجود عندي في المساله، يبقى الكونستراكشن درو دي اف بيربنديكولار على البي سي. طب عايزه اثبت ان الفيجر ده ريكتانجل. الاول هو مديني الاي دي باراليل البي سي يعني باراليل البي اف، ده اول جيفن. طيب كمان مديني الانجل A ب 90، ده معناها ان الاي بي بيربنديكولار على سواء الاي دي او البي اف. اوكي، انا عامله اللاين دي اف هو كمان بيربنديكولار على الايه؟ البي سي. يبقى دلوقتي الانجل اف ب 90 والانجل A ب 90 يعني ده ريكتانجل مش باراليلوجرام مثلا. اوكي، في تو لاينز باراليل وفي الانجلز بتاعته بايه؟ ب 90 ديجري، يبقى ده از ريكتانجل. طب اثبتنا ان هو ريكتانجل، يبقى الاول هنجيب ان الدي اف equals ال AB ب 12 أول حاجة، وال BF equal ال AD equal 16 وال CF ب 25 minus 16 يعني ب 9. الكلام اللي احنا قلناه في الأول احنا بنكتبه دلوقتي في البروف. أوكي، ده الكلام اللي باللون الأحمر. دلوقتي بقى in the triangle DFC أو DCF اللي باللون الأزرق في البروف بقى هنشتغل بفيثاغورس. since إن ال DF perpendicular على البي سي، ده الكونستراكشن اللي أنا عملته، معنى كده إن التريانجل ده رايت انجل. يبقى الدي سي سكوير ايكوال سي اف سكوير بلس الدي اف سكوير، ده معناها ان دي سي سكوير هيبقى ايكوال 12 سكوير بلس 9 سكوير يعني equals 225 سنتيمتر سكوير. يبقى الدي سي لوحده بروت ال 225 يعني equals 15 سنتيمتر. Number 2, XYZ is a triangle in which XY equals 6 cm, XZ 8 cm, YZ 12 cm. Find the perimeter of the triangle DOE. التريانجل الصغير اللي جوه اللي في النص البريمتر بتاعه ايكوال ايه؟ الجيفن هنا مديهولي نص الجيفن مديهولي في الكلام اللي كاتبه فوق اللي هو الاكس واي، ومش كاتبهولي على الرسم اللي هو الاكس واي والاكس زد والواي زد، مديني اللينسز بتاعتهم. ونص الجيفن كمان مديهولي على الرسمه، يعني دي ميد بوينت اوف الاكس واي، هو مش مديني الكلام ده هنا بس مديهولي على الرسمه. فالجيفن ممكن نطلعه من الناحيتين، من على الرسمه او من الكلام اللي هو كاتبهولي. الدي ميد بوينت اوف الاكس واي، والاي هي الميد بوينت اوف الاكس زد، لان هنا دبل داش يعني هنا دبل داش، فمعنى كده ان هي ميد بوينت. طب انا في عندي رول او ثيرم كانت بتتكلم عن اللاين سيجمنت اللي موصله من ميد بوينت لميد بوينت بتبقى ايه؟ باراليل للسايد التالت وايكوال هاف اللينس اوف السايد التالت. من ميد بوينت في سايد لميد بوينت في سكند سايد اللاين سيجمنت دي بتبقى باراليل للسايد التالت وايكوال هاف، معنى كده ان الدي اي هتبقى ايكوال هاف الزد واي. الزد واي مديهولي ب 12 يبقى هاف ال 12 كام؟ 6 سنتيمتر. الكلام ده اللي هو باللون الاحمر فوق، since ان دي is a mid point of الاكس واي والاي هي الميد بوينت اوف الاكس زد، يبقى ساعتها دي اي هاف الزد واي يعني equals هاف ال 12 equal 6. طيب كمان نفس الكلام ده فين؟ في الدي او، الدي هي الميد بوينت اوف الاكس واي والاو هي الميد بوينت اوف الزد واي، يبقى الاو دي equal هاف
الاكس زد يعني هاف ال 8 يبقى ايكوالز 4 سنتيمتر، ده اللي باللون الازرق. طيب اخر حاجه الاي ميد بوينت اوف الاكس زد والاو ميد بوينت اوف الزد واي، يبقى الاي او هاف الاكس واي، يبقى هاف 6 لان مديني الاكس واي ب 6، هاف ال 6 ب 3 سنتيمتر. اوكي كده جبت كل الدايمنشنز بتاعت التريانجل اي دي او. يبقى البريمتر اوف التريانجل دي او اي equal 6 plus 4 plus 3 اللي هي تديني 13 سنتيمتر.